سلام. الفيلم كيبدا بواحد الشخص اللي كيجري وسط الغابه وهو كيراقب في الطيور بالمنظار ديالو. واحد شويه بان ليه واحد العصفور صغير طاح وهو يهزو وتعجب فيه بزاف. وهنا كيبان لنا واحد الحارس من حراس الغابه اللي كيجري على الطيور، وواحد شويه وهو يهز واحد الطائر كبير وداه. وهنا كتبان لنا واحد البنت صغيره راكبه في الطاكسي وحزينه بزاف، وهي كتطل من الزاج حتى وصلت لواحد الدار اللي الشكل ديالها غريب، وهي تدق ولكن ما حل لها حتى شي واحد شويه وهي تعيط بابا بابا، وهو يبان ليها باباها كينقز وسط الكتوبه ديالو في المكتبه وكيهضر غير بوحدو، وغير شافها وهو يتخلع وعنقها حيت سنين ما شافهاش، وهو ياخذها لبيتها وقال لها راه عندي ليك واحد المفاجاه زوينه. وغير دخلت لبيتها وهو يبان لها بيتها كيف ما كان، ما تبدل فيه والو، باقي كيف ما خلاتو فاش كانت صغيره. واحد شويه وهو يصوني واحد الجهاز في اليد ديال باباها، سولاتو قالت ليه اشنو هذا الجهاز اللي في يديك، وهو يقول لها راه جهاز استشعار. وهو يقول لها اليوم ماشي نهار عادي حيت اليوم ليله استكمال القمر. وهو يقول لها ايوا نخليك بنتي دابا شويه ترتاحي. وهي تهز مالي التصويره تاع ماماها وعنقتها وهي تنعس. ومن بعد مشى يكمل الخدمه ديالو وهو كيراقب في الطيور اللي كانت كطير من بلاصه لبلاصه. واحد شويه وهي توصل لواحد المجموعه كبيره سميتها حراس النباتات، وهو يدخل القائد وهو يتحنى للملكه وقدم لها التحيه وقال لها هاد الكائنات اللي جات راه العدوه ديال النباتات الخضراء كامله، ولكن هي ما تسوقاتش ليه وقال لها هما راه جاو غير باش يتجسسوا علينا، وقال لها راه عندي ليهم واحد الخطه، واش ممكن تسمعي الخطه ديالي؟ ولكن هي رفضات وقال لها واخا هكاك من واجبي نحميك. وهنا كيبان لنا ولد رئيس الباكنز العدو ديالهم، وقال لباباه باللي غادي ينظموا واحد الاحتفال في واحد البلاصه اخرى، وهو يقول لهم غير خليهم ينظموا فين ما بغاو، حنا غادي نغلبوهم مع الوقت وغادي ناخذوا لهم الغابه ديالهم كامله. وهو يقول لي الا ماتت الاميره قبل ما تعين رئيس العرش حنايا هما اللي غادي نكونوا بلاصتها وغادي نخلفوها. وهنا كيبان لنا رئيس النباتات كيهضر مع جون وقال لي انا هنايا غير باش نعاونك، ولكن جون قال ليه ما تبقاش تعاوني حيتاش ما بقيتش ولد صغير، وقال ليه هذه راه الوصيه ديال الاب ديالك، وهو اللي قال لي بقى ديما حاضيه. وهنا كيبان لنا الاحتفال بانه بدا والموكب ديال الملكه تحرك والنباتات كلشي كيصفق وكيقدموا التحيه للملكه اللي جايه. وشويه وهي تخرج مالي برا ولقات الاب ديالها معلق في شجره، وشافت الكاميرا ديال المراقبه في كاع البلايص، وهي تسولو علاش هاد الكاميرات كاملين كاينين هنا؟ قال لي حنايا اللي درناهم باش نراقبوا الشفاره اللي يهجموا علينا. وهي تقول لي فايت الام ديالي هضرت لي على الخدمه ديالك وبانك كتراقب شي حاجه اللي تافهه وما كايناش في الوجود. وهو يقول لها لا انا غادي نثبت لك هذا الشيء، اجي تصنتي معايا. وهي تقول ليه علاش هاد الكائنات الصغيره كاينين، واش فايت لك شفتيهم؟ وهو ينكر وقال لها لا انا ما عمرني شفتهم. وسولها قال لها واش بغيتي تخدمي معايا وتعاونيني في هذا المشروع ديالي؟ قالت ليه لا انا كبرت بما فيه الكفايه، غادي نعرف نختار حياتي. وهو يقول لبنته سمحي لي من بعد غادي نشرح لك اش كاين، دابا عندي ما يدار. ولكن مالي تقلقات وخلات الاب ديالها رساله وجمعت حوايجها وصونت على مول الطاكسي باش يجي ياخذها من حدا الدار. ولكن ريزو مشى من التليفون والكلب ديالها هرب ليها وسط الغابه وتبعته كتجري. نفس الوقت كنشوفوا الموكب ديال الملكه داز وسط الغابه وكتقلب على شي زهره باش تعطيها القوه. وهنا كيبان لنا واحد الحلزون اللي جالس كيجمع هو وصاحبه وقال ليه كون غير اختارتني الملكه نكون من بين الحراس ديالها. وهي توقف عليهم وهي تقول لهم الملكه باللي محتاجه لواحد الزهره تكون مميزه ومحتاجه للمساعده ديالهم حيت كيبانوا لها كاع الزهرات مميزين. وهما يفرحوا الحلزونات حيتاش الملكه كتهضر معاهم وهما يختاروا لها واحد الزهره. وشويه وهو يشوف روني النبات الاخضر كيموت وهو عارف باللي كاين واحد الهجوم من طرف الاعداء ديالهم. هو يامر باش يوفروا الحمايه للملكه وهي تهرب الملكه وخدات معها الزهره ومشات للموكب ديالها. وهو يوقف روني قدام الباكانز اللي بغاو يهجموا على الملكه، ولكن الملكه قدرات تفاداهم وهو يطلب القائد ديال الباكنز من ولده باش يمشي يجيب الزهره. وواحد البنت صغيره كتعاون الملكه وكتحيد عليها الباكنز وهي تامر الجنود ديالها باش ياخذوا ديك البنت لشي بلاصه مامنه. وهي تشكر البنت الملكه وروني كيدافع عليها وهي تعتذر منه حيتاش ما صدقاتوش من الاول وهما يطيحوا في الارض. وشافتهم ماني اللي كانت كتقلب على الكلب ديالها وهي تصدم من لقات ديك الزهره فيها واحد الشعاع في يديها وهي تشوف الملكه مصابه وهي
وكيطلب منها الملكه باش تعطي ديك الزهره لواحد سميتو نيمغالو، ومالي ما فهمات والو، وهي تقول ليها بلي انت راكي محتاجه لطبيب على وديت الاصابه ديالك. ولكن الملكه قالت لمالي بلي راه شاده حياه الغابه كامله بين يديها، وشويه وهما يدخلوا الحراس ديال الغابه، وروني شده الملكه وهي تموت ليه بين يديه، وهو يتفتت الجسم ديالها والارض الخضراء رجعت كلها رماديه. وهي تقول مالي الكلام ديال الملكه روني، وهو يقول لها راه نيمغالو هو رئيس ديال المخطوطات، وهو يقول للمساعد ديالو بلي ضروري خاصهم يمشيو ليه بالنبته حيتاش غادي يعرف اشنو غادي يدير من بعد الملكه بديك النبته. وهو يقول ليه رد بالك على الشعب بما رجعوا. وعاد فكرات مالي بلي الحجم ديالها رجع صغير، وهي طلب من روني باش يرجع الحجم ديالها الطبيعي، وهو يقول لها بلي هو راه ما كيمارش السحر وما عرفش علاش الملكه بالضبط هي اللي عطاتها هذيك الزهره، وهي تمشي معاهم مالي. وهما يوصلوا عند نيمغالو وكاملين ما عرفوش بلي الملكه ماتت وعايشين حياه عاديه، ولكن مشاو باش يسولوا على السر اللي خلى الباكانز يهجموا عليهم ويدمروا الغابه ديالهم. وهما يشوفوا نيمغالو كيغني، وهو يعرف بلي الملكه ماتت، وهي تعطيه مالي الزهره وقالت ليه بلي الملكه امرت باش نعطيها ليه قبل ما تموت. وهو ياخذهم لواحد بلاصه عامره بالمخطوطات، وهو يجبد واحد المخطوطه مكتوب فيها كيفاش تعتني بالزهره، خاصك تحافظي عليها في واحد البلاصه فيها الرطوبه. وهو يقول لهم خاص هاد الزهره تفتح تحت ضوء القمر في شي ليله يكون فيها البدر. وشويه وهما يهجموا عليهم الباكانز وكيطلبوا بهذيك الزهره باش ياخذوها، وقدروا يسرقوها نيمغالو. وهو يقرر روني باش يمشي يرجع هذيك الزهره، وحتى مالي وجون قرروا باش يمشوا معاه. وفي الارض ديال الظلام القائد ديال الباكانز قال الحلزونات باللي هو الملك الجديد ديالهم، ومنين غادي تفتح هاد الزهره ما غاديش يقدر حتى شي واحد يخرجوا من المملكه. وهي تاخذهم مالي للدار ديال باباها باش يتنكروا باش ما يعرفوهمش الباكانز. وشويه هما يشوفوا بابا مالي وبداو كيضحكوا عليه، وهما يقولوا هاد الغبي هو العدو ديالنا من بعد الباكانز حيت بغى يهاجم علينا. ومنين عرفوا باللي هو باباها اعتذروا منها، ومن بعد مشاو للمملكه ديال الباكانز وتنكروا بحالهم. وطلب منهم روني باش يقلبوا على الزهره، وهو غادي يحاول يحميهم. وماري عيطت على الحلزونات باش يعاونوها، والقائد ديال الباكانز شاف روني وبدا مدابز معاه. والباكانز حاولوا يشدوا جون، ولكن قدر يركب هو مالي داك الطائر اللي غادي يوصلهم للمدينه. وجون باينه فيه حزين حيتاش ما قدرش ينقذ روني. وفاش وصلوا عندهم فرح نيمغالو وقال لهم كنت عارف باللي غادي تقدروا ترجعوا ديك الزهره عاوتاني. وهو يسول جون ماري اشنو غادي يوقع الا تفتحات هاد الزهره. قالت لي غادي نرجع بحالي لعند بابا، وهو يسلم عليها وتوادع معاها. وشويه الزهره بدات كتفتح وقت ما دخل عليها الضو ديال القمر، وهما يهجموا عليهم الخفافيش ديال الباكانز، والضو ديال القمر ما بقاش كيبان. وهو يقرر جون باش يرجع يلبس الزي الاخضر ديالو، وماري قررات باش تركب فوق داك الطائر باش ترجع عند باباها باش يقدر يعاونهم. ولكن باباها طفى كاع الكاميرات ديال المراقبه، وهو يبان واحد الباكانز ويهجم عليها. وشويه وهو يشوف باباها واحد العلامه خلاتها ليه ماري باش يعرف البلاصه فين كاينه، وقدر يفهم الرساله ديالها. وهو يبان لها الاب ديالها جاي قدامها، وهي تعتذر منه حيتاش ما صدقاتوش في الاول، وطلبت منه باش يعاونهم باش ينقذوا مملكه النباتات. وشويه وهو يدخل القائد ديال الباكانز باش ياخذ الزهره. في نفس الوقت كيبان روني باللي حارب الباكانز وقدر يرجع حتى هو لعند الزهره. ويلا القائد ديال الباكانز كان غادي يقتل روني، وهو يتدخل جون، والجيش ديالو قدروا ينقذوه. وهو يدخل الضوء ديال القمر عاوتاني لديك النبته وبدات كتفتح. والفضل كيرجع الاب ديال ماري حيتاش هو اللي قدر يعاونهم. والنبته خرجت منها واحد القوه وعطات اللقب ديال الملكه لهذيك البنت اللي تمنات باش تكون الملكه، وعاونات الملكه باش تخلصوا من الباكانز وولات هي الملكه الجديده. وماري ودعت جون وطارت ورجعت للعالم الحقيقي ديالها، وهي تلاقى مع باباها واعتذرت منه حيتاش ما صدقاتوش في الاول. وهي تقرر باش تعاونو في الخدمه ديالو، وولات كتشوف المملكه في الكاميرات ديال المراقبه اللي دار باباها، وكتعرف الاخبار ديالهم كاملين. وهنا كيسالي الفيلم.